اتكلم في وسط الصمت وقال: محدش يقدر يصحي الموتى يا أمنية، بس أنا ممكن أساعدك إنك تشوفي نور تاني، بس ده مش هيحصل غير لما تنفذي شوية حاجات، ودي مش طلباتي، دي طلبات الأسياد. أول ما سمعت إن ممكن أشوف نور تاني قلت له أعمل أي حاجة بس أشوف ابني تاني. قال لي: لو بدأتي في اللي هقولهولك مش هيبقى فيه رجعة، وإلا حياتك هتبقى جحيم. قلت له: أمين، مش هرجع. رش على النار اللي قدامنا حاجة تشبه الملح، ما كنتش عارفة إيه هي. النار هاجت، فاتفجعت أنا ومريم، بس هو ما تأثرش. جاب كتاب من الكتب اللي جنبه وفتح الكتاب. الكتاب كان فاضي، كان ورقه أبيض أنا متأكدة. المهم فتحه وحطه قدامنا وبدأ يقول كلام غريب بالنسبة لي ومش مفهوم، وبعد شوية سمعت صوت خبطة. اتفجعت أنا ومريم لدرجة إننا ارتعشنا، فبصلنا الحاج مصطفى بصة غريبة وبرق كناية عن إننا نهدى وما نطلعش أي صوت، فسكتنا. وفجأة بدأ يتكتب على الكتاب كلام باللون الأحمر كأنه حبر من دم. بصيت ودققت في الكتاب